نضرب مثالا واحدا. المقاصد القدرية أيها الإخوة تدل على أن الإنسان كائن مختار. قصد الله أن يكون مختارا. إنا عرضنا الأمانة، انتبهوا، هذا العرض عرض حكمي أو عرض قدري؟ قدري. هذا العرض قدري، يعني قطعا ما حصل يعني مش قطعا، نرجح إنه ما حصل العرض بطريقة بطريقة إنشائية، لكن بطريقة تكوينية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة ما هي؟ عشرات الأقوال في تفسيرها. أرجح هذه الأقوال الاختيار. قال له أنا أريد أن أعبدك طوعا باختياري. كل من عداي يعبدك ماذا؟ كرها مضطرا. كيف طيب كرها؟ بطبيعته التكوينية. يعني الشمس تدور في مدارها، تسير في مسارها رغما عنها. لا تستطيع أن تقول اليوم والله مزاجي معتكر مش حطلع اليوم مثلا، نفترض. طبعا هي في الحقيقة يعني هي تدور حول محورها، الأرض هي التي تدور. عشان ما شفتوا الشيخ في القرن 21 مش فاهم. لا. بعض الناس هكذا يتساخف يعني أو يتراقع. وقاكم الله السخافة والرقاها. على كل حال الأرض يا سيدي قالت لك أنا مزاجي معتكر اليوم، أنا مش حدور، خلاص بدي أقف هنا يعني. تسبب كوارث طبعا. هذا لا يحصل لأن الأمر ليس بيدها، هي محكومة بقانون، مقهورة بدستور إلهي. لا الشمس ينبغي لها، الآية ترونها قبل ليلتين. طيب كل في فلك يسبحون رغما عنه، محكومة بقانون، مقهورة. مقهوريتها بهذا الدستور الإلهي هي عبوديتها لله. هو تعبد الله بهذه الطريقة هي خلاص، من الذرة إلى المجرة. الإنسان فيه هذا الجانب طبعا، هو مقهور بقوانين تحكم على بنيته، تحكم عليه. هو عبد بهذا الجانب ولكنه ليس عابدا. كما قلت الكل مقهور في خبطة ماذا؟ العبودية للربوبية ما فيه، والإنسان أيضا. أما العبادة فهي أمر للإنسان بالاختيار. الإنسان قال لك أنا باختياري سأفعل هذا. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ما قالش هو الناس، لا، كل من عدا الإنسان وما عدا الإنسان يسجد لله. سجود شرعي أو سجود تكويني؟ طبعا تكويني، سجود تكويني. كما يسبح أيضا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبيحا تكوينيا أو شرعيا طبعا، يعني أقول سبحان الله بلساني، ما عنده ألسنة هذه، شمس والقمر وكذا، لا تسبيحا تكوينيا. من تأمل فيها قال سبحان من خلقها، سبحان من خلقها وكملها، سبحان من أودع هذه الدقة الرياضية في الكون. طبعا هذا الذي يفهم يعني، والجاهل يقول لك في أخطاء. والله تحدى من زمان، من يوم ما نزل القرآن قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر طيب نعود. إذن وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذه الأمانة. كيف عرفنا هذا التفسير؟ نحن تأملنا في صفة في الإنسان مش متوفرة لا في السماوات ولا في الأرض ولا في الجبال، صحيح؟ في الآية ما هذه الصفة؟ وجدناها صفة الاختيار، أنه الكائن وحده المختار، يستطيع أن يطيع، يستطيع أن يعصي، يستطيع أن يستعلم بإيمانه، يستطيع أن يتبجح بإلحاده. سبحان الله، والله يحلم عليه ويصبر عليه ويمده ويرزقه ويمتعه متاع الدنيا القليل حتى يوافي الله على إحدى حالتين: حالة مؤمن اللهم يعني أمتنا أحينا وأمتنا وابعثنا على الإيمان، أو حالة جاحد كافر ناكب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن إخواني وأخواتي، موضوع الإصلاح والإفساد القدري والشرعي كيف يتواءمان ولا يتعارضان. قلت لكم الإنسان مخلوق بهيئة بحيث يكون مختارا، شاءه الله أن يكون مختارا في رأس الاختيار الميتافيزيقي، الاختيار الأنطولوجي، يعني إزاء الله. فعلا أنت مختار إزاء الله. كيف يعني مختار؟ تستطيع كما قلت أنت أن تتبجح بالكفر، لا إله إلا الله، تقول أنا لا أؤمن به، لا أعترف به، هو غير موجود، يسمح لك بهذا، يأذن لك بهذا. لو لم يأذن كنت تستطيع أن تقول أصلا؟ تسلب مباشرة وعيك حتى وإرادتك أو حياتك قبل أن تقول، لكن لا، عادي، وبتعيش وبتقولها وبتحاربه وبتحالف أعداؤه من شياطين الإنس والجن ويتركك لسه، ما في مشكلة.
طاغور ماذا يقول؟ يقول أنا أحب الله لأنه أعطاني حرية أن أكفر به. أنا عرفت أنه حق، إله حق. واحد يقول لي ليش هو بيتكلم بلسان القرآن؟ لا، بيتكلم بلسان برضو إيه؟ تأمل القدري. قدريا الناس تكفر بالله، قدريا في ناس كفار ملاحدة صحيح وبتحدوا الله تبارك وتعالى. وجوديا قدريا يعيشون، واضح أنهم يعيشون. ما في إنسان كلما كفر استؤصل أو بوغت بالموت. ثم بدنا نفكك برهان طاغور هذا. وطاغور ثابت له وجود إيه؟ الخالق الرب لهذا الوجود بأدلة كثيرة جدا جدا، ويعرف هذا ما في، لأنه ليس يعني رجلا ملحدا، لم يكن ملحدا. طيب الرب موجود والناس تكفر به، معناه هو يعطيهم حرية أن يكفروا به، وإلا ما استطاعوا أن يستعلنوا. قال إذن أنا أوقر هذا، أنا أحبه لأنه يحترمني، لم ينتهك حريتي، لم ينتهك حريتي. ومثل هذا الرب حقيق أن يكون ربا لأنه غني. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. طبعا لو كان فقيرا لا يحتمل أن تكفر به، صحيح؟ لو كان عنده انتخابات بكرة رئاسية أو ملوكية وكذا، هي أي انتخابات يقول لك لا أنا أريد أكبر عدد من الناس. على فكرة طريقة فهم المتنطعين المسلمين للإسلام اليوم هكذا، كأن الله فقير، فقير المؤمنين المسلمين إلى إدخال الناس في الدين ولو بالقوة، إلى جعلهم يصلون بالقوة، يتحجبن بالقوة، كل شيء بالقوة. مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح. الله هذا كله لا يزيده وأضداده لا تنقصه لا إله إلا هو. يريد هذا منا بالاختيار، بالقناعة، بالنية الصالحة، أن نتعبده بهذا أيها الإخوة. لا نعبد له بالقوة. على كل حال الله ليس فقيرا، لا يحتاج إلى أصوات الناخبين، لا يحتاج إلى أصوات أحد. فإن الله لغني حميد، فإن الله لغني حميد. الآن شرعا يا إخواني، كما أقول دائما، أدمنت هذا يعني وأمللت الناس، لدينا أكثر من 500 آية، أكثر من 500 آية، كلها تؤكد حرية الإنسان العقدية، حرية، وطبعا حتى الحرية الميتافيزيقية أيضا، بإزاء الله، بإزاء الله، الأنطولوجية، نحن أحرار أيضا، نحن أحرار. على فكرة الحرية الميتافيزيقية لا يمكن الحديث عنها مع نفي الله. طبعا كارل ياسبرز فيلسوف الوجود الألماني الكبير يقول الملحد حين يتحدث عن حريته طبعا الميتافيزيقية، الملحد نقول له بإزاء ماذا؟ أنت حر بإزاء ماذا؟ أنا حر بإزاء ماذا؟ لو كان ما في إله ما في معنى لهذه الحرية. فالحديث عن حرية ميتافيزيقية يستدعي مباشرة موضوع الله، أن الله موجود وأنني حر إزاءه لا إله إلا هو. طيب بدي حرية أمام إيه؟ الاجتماع، أمام البشر، أن أتدين بما أريد، أن أنتحل ما أريد من منتحلات عقدية أو إيديولوجية مثلا. هذه الحرية حرية الضمير تسمى هنا في الغرب، أو الحرية الدينية أو الحرية العقدية. هذه الحرية الميتافيزيقية والعقدية مدلول عليهما بأكثر من 500 آية وبطرق مذهلة ومعجبة بحيث لا يقضى منها العجب. تخيلوا هذا في كتاب إلهي كله 6000 آية و200 آية، 500 أكثر من 500 آية على هذا. نعم. إذن الشرع الآن أيها الإخوة، الشرع الآن طبعا هذه الآيات منها ما يحكي ماذا؟ الوضع القدري، ومنها ما يحكي الحكم الشرعي. الذي يحكي الوضع القدري كما ذكرنا أمس المفتاح، لا إكراه في الدين. مش لا يتصور أصلا، لا يتصور الإكراه في الدين. يتصور أن ترغم أحدا على أن يفوه بما تريد، لكن لا يتصور البتة أن تجعل قلبه يذعن بما إيه؟ أذعن به لسانه. ولا مش صحيح؟ لا يتصور، لا يتصور. ولو أعطيته كل ملك الدنيا، ولو هددته في أعز ما يملك، يوافقك بظاهره ولكن قلبه إيه؟ آب متأب. هذا وضع قدري، هذه هيئة كما قلت أمس تكوينية. الآية حاكي عن هيئة تكوينية. جميل هذا، ومثل هذه الآيات عشرات بل مئات. لكن بدنا آيات شرعية، آيات شرعية. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن يقول له لا تكره الناس، ممنوع أن تسلك هذه الخطة السيئة، ترهب الناس، تكره الناس حتى إيه؟ يتبعوك على دينك. لا، ممنوع، شرعا ممنوع. طب لكم دينكم ولي دين، مستند على القدر لكن ظاهرها شرعي. يقول أنا لم أؤمر بماذا؟ بإكراهكم، ولست حفيظا عليكم، لست عليهم بمسيطر.
لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بحفيظ. وطبعا حسابهم ليس للرسول ولا على الرسول، حسابهم الفصل بينهم ليس للأنبياء ولا لنا، طبعا الفصل لمن؟ لله يوم القيامة باستمرار. كما قلنا إذن الشرع هنا مباشرة مشى في خطة القدر ولم يعارضها. للأسف طبعا الفقه الإسلامي في جوانب محدودة طبعا مش كثيرة منه فهم العكس، وأن الآن الفهم الإسلامي هذا المتقطع جدا يظن أن من الخير يا إخواني بطريقة أو بأخرى إكراه الناس لكي يكونوا كما نريد أو كما يريد شرع الله تبارك وتعالى، وإن كانوا على غير قناعة، وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا على الهامش، كلمة على الهامش ثم نمضي، في كتاب الله، في كتاب الله باستمرار في أمر بالمعروف ونهي، صح، هذا مقبول ومطلوب وضروري، بس ما فيش في كتاب الله أن تغير هذا الشيء. كل ما يمكنك أن تصنعه في سبيل التغيير أن تأمر وتنهى باللسان، لكن لا تستطيع أن ترغم أحدا بالقوة. يفعل هذا القانون أيها الإخوة الذي يقره المجتمع، وقد يتبدل من حالة إلى حالة، لأن يعني كل مجتمع له وضعاته، له تقاليده، له أعرافه، ومن حقه أن يرعى هذا شيء آخر، لكن هذا لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لا ينسب إلى الله. هذا موضوع يكون موضوعا مدنيا، موضوعا إيه؟ مدنيا، شأن الناس، شأن